عايز تفلفص من زحمة الحياة وتعيش لحظة روقان حلوة وتسمع حاجة ممتعة في هدوء، بعيد بقى عن الدوشة والهري والترندات السخيفة، وكمان تريح عينيك شوية من إزعاج الشاشات والأضواء. احنا هنا عزيزي المستمع عشان نعيش معاك الأجواء الجميلة دي. فأهلا بيك في حلقة جديدة من نسمة صوت. عزيزي المستمع، لو انت من عشاق الغموض والأسرار التاريخية اللي بتوقف الأنفاس فاستعد، الموضوع ده معمول مخصوص عشانك انت. اوعى تفتكر ان جاية احكي لك الحكاية التقليدية عن الفراعنة اللي كلنا سمعناها 100 مرة. لا، انا جاية النهاردة اكشف لك عن وجه تاني خالص عن الحضارة دي، وجه مليان ألغاز وعجايب هتخليك تعيد حساباتك في كل تصوراتك عنها. أنا عارفة إننا لما بنقول فراعنة بيخطر في بالك على طول الأهرامات وأبو الهول، وده شيء طبيعي لأنهم أشهر رموز الحضارة الفرعونية فعلا، ومعاهم كمان أساطير توت عنخ آمون، الملك الصغير اللي مات وهو عنده 19 سنة بس، وساب وراه المقبرة الوحيدة اللي اكتشفوها كاملة سنة 1922 وكنوزها اللي أبهرت العالم كله. لكن انت تعرف ان حكاية توت عنخ آمون دي نفسها مليانة ألغاز؟ لسه ناس كتير قوي ما سمعتش عنها، زي مثلا سبب موته اللي لسه لغز لحد النهاردة، ده غير مصطلح لعنة الفراعنة اللي ارتبطت بمقبرته وشغلت الدنيا كلها، واتكتبت فيها مئات الكتب، واتعمل من حكايتها عشرات الأفلام السينمائية. يعني من الآخر الحضارة الفرعونية مش بس كام هرم ولا معبد ولا كام مسلة ولا مقبرة، دي يا عزيزي إمبراطورية كاملة عاشت آلاف السنين، وكان فيها ملوك وملكات كل واحد فيهم حكايته أغرب من التانية. مش عايزة أطول عليكم، تعالوا نبدأ جولتنا ونغوص شوية في أسرار الحضارة الفرعونية عشان نوصل للي احنا عايزين نقوله النهاردة. عندنا مثلا الملكة حتشبسوت، دي كانت مش مجرد ملكة، دي نموذج مدهش لواحدة ست حكمت مصر زي الرجالة بالظبط، لدرجة إنها كانت بتتصور ساعات بدقن فرعونية. حتشبسوت كانت أول ملكة فرعونية عملت رحلات تجارية أسطورية لبلاد بعيدة اسمها بلاد بونت، جابت منها كنوز وبخور وحيوانات غريبة، ولما ماتت اللي جه بعدها حاول يمسح اسمها من على كل حيطة. ليه يا ترى؟ ده لغز تاني. طب هل كان عندك فكرة إن الفراعنة كانوا بيقضوا وقت فراغهم إزاي؟ كانوا بيلعبوا؟ الناس اللي حيروا العالم في إنجازاتهم العظيمة كانوا بيلعبوا؟ والله زينا بالظبط، معقول؟ تخيل كان عندهم كده ألعاب لوحية زي لعبة السند، حاجة كده شبه لعبة الشطرنج، وكانوا بيعتقدوا إنها مرتبطة برحلة الروح للعالم الآخر، يعني مش مجرد تسلية، دي ليها معنى أعمق. مش هتصدقوا لو قلت إن الفراعنة عرفوا كمان الأطراف الصناعية. علماء الآثار اكتشفوا موميا عندها صباع قدم كبير معمول من الخشب والجلد، متثبت بإتقان، يعني من آلاف السنين كانوا بيحاولوا يعوضوا الأجزاء المفقودة في الجسم. ده كله غير أسرار العلوم والطب اللي هتخليك فاتح بقك من الدهشة. الفراعنة كانوا بيشخصوا أمراض وبيعملوا عمليات جراحية في المخ، أيوة في المخ، واكتشفوا أدوات جراحية دقيقة جدا. بس الغريب بقى إنهم كانوا بيستخدموا وصفات علاجية أغرب من الخيال. يعني عندك مثلا علاج العمى كانوا ممكن يستخدموا دهن الخنزير ودم الخفاش. طب والصداع كانوا بيربطوا تمساح صغير على راس العيان. طبعا مش كل علاجاتهم كانت كده، بس دي حاجات غريبة تستاهل إني أحكي لكم عنها. عندنا كمان سر التحنيط، 70 يوم بالتمام والكمال عشان يحولوا الجسم الموميا تعيش آلاف السنين. كانوا بيشيلوا كل الأعضاء الداخلية ما عدا القلب، عشان كانوا مؤمنين إنه مركز الروح والذكاء. أما المخ كانوا بيسحبوه حتة حتة من المناخير بعصاية رفيعة جدا. ومش بس كانوا بيحنطوا البني آدمين، كانوا بيحنطوا كمان
ملايين الحيوانات زي القطط والقرود، حتى الحشرات. مقابر كاملة مليانة مومياوات حيوانات بالملايين، كانوا بيقدموها قرابين للآلهة. الرقم ده لوحده مرعب. عشان كده الحضارة الفرعونية كانت ملهمة للأدب والسينما العالمية. عمرك سألت نفسك ليه كل ما مخرج من هوليود يحب يعمل فيلم جامد فيه مغامرة وغموض وأكشن يوم جايب سيرة الفراعنة؟ الإجابة بسيطة، لأن تاريخ وحكايات الحضارة الفرعونية دايما كان فيها الخلطة السحرية المناسبة للسينما. شوف عندك مثلا سلسلة أفلام المومياء ذا مومي، اللي خلت أجيال كاملة تخاف من الموميا وفي نفس الوقت تحب مغامراتها. والراجل براندن فريزر ده عمل شغل جامد وهو بيحارب أمنتحتب اللي صحي من النوم بعد آلاف السنين. وهنلاقي كمان فيلم آلهة مصر Gods of Egypt، اللي جاب الآلهة بتاعتنا بيتخانقوا في السماء وعلى الأرض بمعارك جرافيكس مبهرة، وإن كان شطح بخياله حبتين. ومين بقى ينسى مغامرات دكتور جونز، أيوة أنديانا جونز، وهو بيتنطط وسط المقابر بتاعتنا ويدور على التابوت المفقود والكنوز المدفونة، طبعا مع شوية فبركة هوليودية، بس المغامرة حلوة. وحتى لما حبوا يودوا الناس الفضاء ربطوها بالفراعنة في فيلم ستار جيت، وقالك إن البوابة النجمية دي كانت عندنا من زمان. يا سلام على الأفكار! ده غير الأفلام التاريخية الضخمة اللي حاولت تحكي قصص الأنبياء في مصر، زي الوصايا العشر The 10 Commandments، أو النسخ الأحدث زي الخروج إله وملوك Exodus Gods and Kings، اللي جاب قصة سيدنا موسى مع رمسيس. طبعا كل فيلم من دول ليه اللي ليه وعليه اللي عليه من ناحية الدقة التاريخية، بس المهم إنهم كلهم بيوروا قد إيه الحضارة دي غنية وملهمة. وبكده نكون خدنا رحلة صغيرة في بحر أسرار الحضارة المصرية القديمة اللي ملوش قرار، وكل اللي حكيناه نقطة في بحر لسه فيه كنوز مدفونة وألغاز مستنين اللي يحلها، وحكايات أغرب من أي خيال ممكن تتصوره. دلوقتي للأسف خلصت حلقتنا، بس لسه معانا جولات تانية كتير مليانة أسرار وألغاز. استنونا في حلقة جديدة من نسمة صوت.